سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غندير لكم الجزء الثاني من الزياره ديالي لمدينه تارودانت. هذا الجزء غندير فيه المتحف اللي هو متحف الصناعه التقليديه والتحف والتاريخ ديال مدينه تارودانت. هذا المتحف بالنسبه لي كان مفاجاه وفاش شفتو يعني انبهرت به. فغنتقاسم معكم هذا الانبهار ديالي بهذا المتحف. وهذا المتحف تيتواجد في وسط مدينه تارودانت في الملاحين. بالنسبه اللي ما كيعرفش الملاحين، الملاحين كتقال الحي ديال الطائفه اليهوديه في المدينه القديمه. في اي مدينه في المغرب المدينه القديمه تيكون الملاح، ملي تسمع الملاح فتعرف بانه الحي القديم بالنسبه للطائفه اليهوديه. في هذه المنطقه كيوجد هذا المتحف. كنتمنى الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد. بداو البنات بهذه الزياره. هذا البازار ديال تارودانت كاين في الملاح. اللي الا مشيتوا للملاح سولوا على البازار راه ينعتوه لكم في جميع الاواني التقليديه القديمه. فيه الزربية السوسية، وفيه هاد التحف الرائعة، وفيه هاد الشي ديال الثقافة اليهودية، لأن تارودانت كانوا تيسكنوها الناس ديالها الأصليين. نسبة كبيرة منهم كانوا من الديانة اليهودية. وهذا المتحف تعتبر من المتاحف اللي كيأرخ لهاد الطائفة اللي هي جزء من البلاد ديالنا. هادو البيبان القدام ديال الديور اللي كانوا، وهذا حتى هو الصندوق. ضروري الى جيتوا لتارودانت تسولوا على هذا المتحف لانه فيه تحف رائعه. تقريبا جميع التحف اللي فيه ديال الجاليه اليهوديه قديما. هذا المتحف فيه كنوز من التحف. بلادنا الحمد لله فيها تاريخ عريق، وهذا كيتجلى في هاد التحف اللي حنا دابا كنشوفوهم. ما شاء الله. هذا الشيء السنح ديال اللي كان كيخدموه في القديم. كنتمنى ان الفيديو يكون واضح. هنا الحلي ديال الفضة
والجوهر. هادشي كله قديم، هادشي كله الحلي القديمه ديال هاد المنطقه، منطقه تارودانت اللي هي اقليم ديال العلماء. ومزيد من المعلومات الا بغيتوهم راه غنخليوهم في صندوق الوصف، صندوق الوصف اسفل الفيديو، السهم الاسود غتضغطوا عليه، راه غيكونوا معلومات اخرين على هذه المدينه الرائعه. هي مدينه هادئه وفيها اناس طيبون، وفيها حوايج اللي تستحق الزياره. الحلي كي رائعين ما شاء الله. هذا متحف كبير، يعني فيه تحف كثيره، وكل وحده خصها الوقت ديالها، لان تأمليها بالنسبه للحلي، النقش اللي فيهم، طريقه باش مصوبين، حاجات يعني رائعين. انا حيره شنو غنصور لكم وشنو شنو الحاجات اللي غنركز عليهم، لان اي حاجه هنايا كتستحق انك تركز عليها وتصورها بكل دقه، ولكن الوقت لا يسمح بالنسبه لفيديو واحد. هذه الجهه كامله مختصه في الحلي القديم للثقافه اليهوديه. شوفوا على دريه رائعه. وحتى المتحف شوفوا كي داير، هو بوحدو رائع، هو بوحدو المتحف بوحدو اللي هو يوجد في وسط الملاح، بوحدو رائع من غير التحف اللي فيه. الى شتي التحف اللي فيه ما شاء الله. شوفوا هاد الطبالي كي دايرين اللي بجليج البلدي. وهنايا السرج، اعتقد تيقولوا ليه السرج، هذا ديال الفروسيه قديما. كما قلت لكم يعني فيه تحف كثيره جدا جدا جدا. هنا البنات بلاصه الزرابي، هادو كلهم زرابي مصنوعين باليد، وديال منطقه تارودانت. وتارودانت تبارك الله راه معروفه بالزرابي ديالها. اللي بغات تاخذ زربيه حره وتاكد بانها زربيه فعلا حره وتبقى عندها العمر كله، كنصحها انها تجي لمدينه تارودانت وتاخذ الزربيه ديالها. وهنا راه كيجيو الكور من تيشدوا الطياره باش يجيو يديو التحف اللي هم هادو، لانهم قدام عندهم 70 عام 100 عام هاد الزرابيه هادو، وكاينين حتى جداد. هذه الشريف قلتي زربيه شجره الحياه، هذه رباطيه هذه وفيها شجره الحياه. هذه فيها، هذه شجره الحياه كتسمى، هذه ماشي قديمه، هذه جديده. وراه انتم تلاحظوا راه غيبان لكم الشجره وفيها الحيوانات. هذه كتسمى شجره الحياه.
بالنسبه لهاد الزرابي هادو ديال تازناخت ياك، هادو الزرابي ديال تازناخت، هي منطقه معروفه بالزرابي العتيقين. وهاد الزربيه قلتي عندها 70 عام. هادي شوفوا الالوان ديالها تبارك الله ناصعين، وهادي في العمر ديالها 70 عام، وهادي 5 سنين. تبارك الله اللي عندها 70 عام شابه على اللي عندها 5 سنين، ما شاء الله، الله يبارك. هاد البلاصه كاينه في الملاح، حدا فيها معرض ديال تحف ديال الجاليه اليهوديه، فيها التحف ديال الجاليه اليهوديه. هذه ماشي كلشي، فيها بعض التحف ديال الطائفه اليهوديه